المساعدة دبستني وسافرت البلد. دي حاجة برضو تخليكوا تعتمدوا على نفسكوا والله يا بنات بجد. ان طلع عيني بس الحمد لله نضفتها. دخلت كده على اوضه الدريسنج، قلت هسمي الله، واول حاجه هفرشها شلت الشغل كده كله زي ما انتوا شايفين جنب الانتريه. تمام، وهمسك الانتريه اغسله. قلت بس اما ارص البرفانات وارص كل حاجه مكانها. تمام، وبعد كده هغسل الانتريه وهوريكم. انا طبعا طلع عيني، اقسم بالله طلع عيني بمعنى كلمه طلع عيني. وسبت الفرش وانا بفرش ودخلت عملت الفطار. انا طبعا قايمه الساعه 3 ابدا شغل، قايمه متاخر لان انا كنت طبعا معتمده عليها وهي ما جاتش. فتحت كده الستاره، انا كنت منضفه الشباك والدريسنج يعتبر انا كنت مروقاها ورصت حاجاتي ومروقه الادراج وكل حاجه. تمام، قلت بقى ايه، بس ما بدهاش بقالي كتير مشقتش. مسكت كده الانتريه بالفرشه. تمام، بحط كده يا بنات كوريكس الوان على كوريكس ابيض، وبحط اللي هو المسحوق الغسيل، وبرش كده حاجه كده ريحتها حلوه بجيبها برضو من عند بتاع الصابون، حلوه قوي. وبعد كده نزلت بقى على الانتريه ايه، اغسله خليته قشطه، ونفضت الشباك ونفضت الستاره. تمام، وزي ما انتوا شايفين كده. وهخلع المخدات احطها في الغساله. بس اقسم بالله اتهديت، انا اصلا بسجل لكم الفيديو وانا مهدوده. عايزه بقى الانتريه بتاعك فعلا ينور، بعد ما تغسليه جيبي فوطه مبلوله ميه نظيفه وروحي مسحاه كده بميه نظيفه. بس بعد ما تغسليه قلعت بقى المخدات كده زي ما انتم شايفين. جيت اقلع دي لقيت مش هينفع، رحت قايله بس ما بدهاش بقى، يلا انزلي عليها غسيل. مسكتها ايه، تك 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 كده زي ما انتم شايفين. غسلتها ومش هسيب حاجه في الاوضه غير لما انضفها. هخلي الاوضه في الاخر بجد ريحتها حلوه وهتنبهروا بشكلها تحفه تحفه. سبتهم كده ايه ينشفوا على الشباك. قلت هغسلهم وهغسل الكرسي وهسيبهم واروح ايه اعمل الفطور. بصوا كده ما سبتش ولا حته فيها. طبعا تيا جت صحيت من النوم، ابعدها عن الميه مفيش، ابعدها عن الميه مفيش، لسه صاحيه من النوم توتي. ودخلت تشوفني بعمل ايه. مسكت الكرسي ده بتاع شغلي اللي بحطه قدام المرايه، مسكته برضو غسلته بصوا مرشته بمعنى كلمه مرشته. وبعد كده رحت عاملاه برضو بفوطه نظيفه ونشفت الارض عشان توتي ايه لو دخلت. وطبعا الفيصل ده يا بنات انا دخلت عملت اصلا الفطار فيه. وجيت بقى هنا بعد الفطار كملت شلت كل حاجه من على التسريحه ولمعت المرايه خليتها فل. بلمعها بالخل يا بنات وقماشه قطن بخليها فل بمعنى كلمه فل. تمام، وبعد كده مسحت الحيطه وراها اهو، نضفت التسريحه. تمام، وهحط لها المفرش بتاعها. وده سبراي كده انا عاملاه مقلفاه كده لان الاوضه دي بيضه ومش بتنضف غير بالكحول. فانا عامله الازازه دي كده ايه ليها، وفي نفس الوقت بيبقى ريحتها حلوه قوي الرش اللي انا برشه ده. وبعد كده حطيت المفرش اهو وهرص الحاجه. تمام، هرص الحاجة وهرص النضارات وهرص كل حاجة. راحة نفسية تماما والله العظيم يا بنات. لما فعلا بتعملي الحاجة بايدك انتي بتتعبي، بس لما بتعملي حاجة بايدك بتبقى غير، وبتحسي ان انتي عارفة مكان كل حاجة. تمام، مسكت برضو بنفس السبراي ده الادراج. وبعد كده قلت اما امسح بقى اهو، كنت كنست وقلت بقى ايه اما امسح. وعلى فكره يا بنات انا اصلا مروقه الدريسنج وعامله فيها كل حاجه. يعني انا عملت حاجات يعتبر النهارده خفيفه، بس بقى مع الفطار مع غسيل وكده تعبني. وهنا بقى كده بعد ما فرشت وايه وشغلت الانوار ونضفت وفرشت السجاده. قولوا لي ايه رايكم واعملوا لي لايكات كتير والله لاني تعبت قوي. لان ده بيجي مع وقت فطور. وطبعا سبت المخدات اهي وحطها في الغساله بقى بتتغسل. وبصوا كنت منظمه كل حاجه والاوضه بقت جميله. عايزاكم تقولوا لي ايه رايكم في الكومنتات، وقولوا لي فرشتوا الشقه ولا لا. تمام، واعملوا لي لايكات كتير. بحبكم قوي 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 قوي، وكل سنه وانتم طيبين. واكيد مش هنسى الاوض التانية. كل ما اعمل اوضه يا بنات هنزل لكم فيديو، كل ما اعمل اوضه هقرفكم وانزل لكم فيديو. تمام، باي باي.